العيش المصري ترند في أمريكا. الناس هناك واقفة توابير قدام مطاعم عشان تاكل حاجة احنا بنعتبرها عادية. الغريب إن الرغيف مش اختراع جديد، ده نفس الأكلة اللي كان الفراعنة بيخبزوها من آلاف السنين. اللي بتشوفه النهاردة في أفران نيويورك ولوس أنجلوس هو نفس اللي مرسوم على جدران المعابد في طيبة والأقصر. الغريب مش إنهم بيحبوه، الغريب إن العالم لسه بيجري ورا سر أكلة احنا ورثناها من أجدادنا وبقينا بناكلها من غير ما نحس بقيمتها. إزاي رغيف فرعوني بسيط قدر يوصل يبقى موضة عالمية وإحنا هنا ساعات بنشوفه عادي؟ العيش البلدي مش مجرد أكل، ده اختراع مصري قديم من أيام الفراعنة. المصري هو أول إنسان يسيب الحبة تخمر ويحولها لرغيف سخن ريحته تملى المكان. وعشان كده الأجانب لما بيجوا مصر وياكلوا العيش البلدي بيقولوا ده مش خبز، دي حضارة بتتاكل. الرغيف ده مش مجرد أكل الغلابة، ده سر الحياة. مش صدفة إن المصري يقول عليه عيش. السؤال هنا، إحنا لسه شايفين الرغيف اللي في إيدينا نعمة ولا بقينا بناكله من غير ما نفكر إن ده أعظم اختراع مصري غير شكل الدنيا؟